نعم زميلي شوان، أنا أقف الآن بالمنزل الذي تعرض للسطو المسلح قبل يومين من الآن بالتحديد، وأيضا المواطن أبو أمير متواجد معي الآن ويحدثنا أكثر عن عملية السطو التي تعرض لها. أهلا وسهلا. شلون؟ مرحبا يا حسين. جينا بشكل عام العملية اللي صارت وقت الفطور قاعد نعد الفطور بالمطبخ، ندق علينا الباب، طلعنا لقينا شخص ما اعرفه. انت اللي استلمت الصينيه؟ استلمت الصينيه. شخص ما اعرفه. زين قلنا جوارينكم بالبيت اللي وراكم. زين جايب لكم الثواب. زين ما رجعنا، اخذت الثواب دخلت جوا، ما تسلي الباب وجهه، دخلت جوا. بعدني ما حاطه، كان تصيح بنت اخوي عندي صغيره كانت بالمطبخ، صاحت عمو دير بالك سلاح. جيت ركض على الباب، سديته وسرقت الباب. خلينا نتوجه داخل البيت. ايه نعم. هم اخر وقوفهم هنا. زين. اخر وقوفهم هنا وكان يرمي علي من هنا. زين من سديت الباب، بعد الباب على النص ها رمى علي حتى انقتل ويطب. زين. كان هو هدفه يطب جوا. زين انه يطب جوا يشتفني. زين وياخذ ما يريد. انت رميت له ما رميت؟ لا ما عندي سلاح انا، وين الحق اجيب سلاح حتى لو عندي؟ ماكو سلاح. زين الاطلاقات الناريه اللي موجوده هذه من عندهم، هذه اللي هي شويه صارت مثل تراب رباك عندهم. هاي التراب الاخير يطلع هاي. هاي نثره التراب. خلينا نتفضل داخل البيت. نعم. تفضل. هم وصلوا لي جاي، انا هنا سديت الباب، من سديته الطلقات جني بوجهي، الطشر بوجهي القزاز، انجرحت هنا ذني جروح صغار، بنتي انجرحت برجلها من القزاز، امي انجرحت برجلها من القزاز. زين بس انا كان شنو هدفي؟ اول شيء انه انقذ بنتي لان حتى تاكلها طلقه. زين اخذت بنتي منها لان كانت يم الباب، اخذتها طلعتها سحل، يعني جرتها سحل شحط لحد هناك الهول. ما تعرضوا لاطلاقات ناريه؟ يا هم الاطفال اللي موجودين؟ لا ربك ستر. وبنت اخوي هذه رصاصه، هذه الرصاصه الاولى، وهذه الرصاصه الثانيه. هذه الرصاصه الاولى مثل ما تلاحظون زملائي ومشاهدينا، وايضا الرصاصه الثانيه في المشابه او المقابل للدخول، والثالثه هذه الاطلاقه، وايضا الان الصينيه موجوده اعتقد. الصينيه موجوده، الصينيه اللي اجوك هم. هاي الصينيه اللي هم اجوا بيها ودخل بيها، وهي المفروض الصينيه هي رمز للكرم والجود عند العراقي، مو رمز للموت والقتل وذبح الاخرين. طبعا هم انا بدي اقول حسين نفسه اللي كان شاري الصينيه، بدي اقول له الصينيه مالتك عندي. انت مهدد قبل ولا مو مهدد؟ لا ما مهدد، ما عندي اول مره او ما عندي اي مشكله ويا اي بشر. زين لا مهدد ولا شيء، بس مجرد عصابه جت تاخذ، يعني يا ما صارت الاف انه تسوي ايش في الناس. الكاميرات شنو؟ الكاميرات كانت مشتغله كلها؟ الكاميرات كانت مشتغله كلها، جدا جدا مهمه. يعني لو ما الكاميرات اليوم كان ما اكتشفناهم هم منو، وكان رجعوا علي. زين كان رجعوا علي وقتلوني، يعني كانتقام من عرفتهم انا، يعني في الجريمه. نعم زملائي ومشاهدينا، الان هذه الصينيه التي دخلت هذا المنزل ودخلت رصاصات معها مع صينيه. طبعا خلينا نفوت داخل المنزل. هذا طبعا انا اريد اقدم للسيد وزير الداخليه والسيد مستشار الداخليه. زين والسيد وزير الدفاع، اريد اقول له كانت بنتي تلعب هناك سعيده وما عندنا مشكله وناس سعداء لحد ما دخلوا علينا الاشرار. احنا ما نريد هاي الناس تطلع الفلوس، وما نريد بعد ضحايا، وما نريد بعد قتل، وما نريد سيارات مضلله بالشارع، وما نريد ناس تحمل سلاح بالشارع. السياره المضلله اجتك بها ارقام، طلعت وراهم شفيت؟ لا وين طلعت؟ اصلا ما طلعت انا، انتظرت اخوتي يوصلون يلا اطلع، يعني ما طلعت، يعني عندي تسجيل كامل ما طلع انا. السياره يقولون انه بها الشيخ معمم. السياره حسب ما سمعنا، زين سياره بيك اب، زين مضلله، ما اعرف نوعيه السياره لان ما اعرف نوعيه السيارات انا. زين سياره مضلله، لكن الناس كانوا فايتين بالطريق، انفتحت الجامعه ومطلعين يقول لك السلاح من السياره عم يخوفون الناس. زين انه تفضل الكاميرات. تفضل الكاميرات. انه كان اكو شيخ معمم، شيخ معمم صاعد بالصدر.
شيخ معمم، شيخ إنه معمم. أهل المنطقة شايفين. اهل المنطقه شايفيه واخبروني. هذه الكاميرات اللي موجودة، يا ريت إذا نقدر نرجع الكاميرا. رجع الكاميرات حتى للمشاهد إنه يشوف حقيقة اللي صار في منطقة، يا منطقة هي ايش اسمها؟ منطقه البيجيه المنصور. البيجية المنصور بالعاصمة أو غرب العاصمة العراقية بغداد بالتحديد. أنه هذه أثارت الرعب وأثارت القلق لدى المواطنين في المنطقة، وبالتحديد أيضا أهالي المنزل يعني أو أهل المنزل أو بيت أبو أمير لحد الآن أنه الخوف والرعب موجود عندهم، أنه حتى ما موجودين بالبيت أهله نطلعهم إلى منطقة أخرى. وبقى بس هو لأنه الإجراءات الأمنية المشددة اللي تكون بالمنطقة، وأيضا الإجراءات الأمنية والتدقيق بالكاميرات وأخذ ما يمكن أنه أخذه للوصول إلى الجنات، وبالتحديد أنه الإجراءات الأمنية والكاميرات إلى غاية الآن تعمل بشكل جيد. والآن راح نشوف طريقة. هسه راح بس ارجعها للكاميرا واراويكم شلون الوقت كان الساعه بالساعه و26 دقيقه ونص. استمرت هي كلها ما يقارب دقيقه. نص دقيقه يا دقيقه وثانيه حسب. هسه خلينا نشوف الكاميرات من اول 25 عندي. بعد لك دقيقه بعد دقيقه وربع انه يجوا. راح اشرح لك هنا شلون صار وشي راح اراويهم للمواطنين شلون بنتي كانت تلعب هنا. وبنتي لو ما راجعه بقدره الله كان بنتي انقتلت. ممر زين اخ مصورك زين هنا راح يصير بهذا الممر كان بنتي انقتلت. وهذا يعني انا اوجه للسيد الوزير ان يركز على هاي القضيه وما يخلي الجنات يدخلون صواني الناس طريقه مبتكره يعني. زين احنا لحد الان ما الصراحه اعتقد انه ما بقى عندنا وقت حتى نعود للاستديو، لكن المرات ما تعمل والتسجيل ما زال داخل الهاردات الخاصه بالكاميرات لتحديد. نعم زملائي. شكرا لأحمد الركابي مراسلنا في